السلام عليكم. الانكار، تبخيس الانجازات، عدم الاعتراف من بين الامراض اللي كنعيشوها في كثير من مناطق العالم واللي كتجعل كثير من المنظومات انها تفشل. ما جاتش في انك تجي البلاطو ديال التلفازه وتقول ما قنعنيش المستوى. كيفاش ما قنعكش المستوى ديال فريق وصل نصف نهائي كاس العالم؟ كيفاش واحد اخر يجي ويقول لنا بانه المغاربه سبقونا وحنا كنا سابقينهم وما سبقونا حيت سرقونا؟ شنو الاخ ملي يكونوا عندكم المشاكل حنا نتكاو ونقولوا حبسوا تيقعدوا هما الراس؟ على نتوما كنتوا كتفكروا في شي واحد قبل؟ الاشياء لا يجب ان تخلط. لماذا يريد البعض في كثير من الدول وفي كثير من المناطق ان يحصر لاعب المنتخب الوطني المغربي في الدفاع، مع انه كان هناك ارتداد رائع من الدفاع الى الهجوم؟ كانت هناك دي مارج دو ليبرتي، يعني هوامش للاعب باريحيه وكذلك بحريه في الثلث الاخير من الملعب، وانضباط تكتيكي صارم في الثلثين الاولين في الدفاع وفي وسط الميدان. علاش الناس ما يقولوش بانه قبل الهدف ضد المنتخب البرتغالي كانت هناك 15 تمريره بدات من ياسين بونو ودازت على اليميق وعلى السايس وعلى زياش وتغيير الاتجاه في اتجاه اللاعب بوفال، ومن بعد الاملاح اناحي بوفال اناحي عطيه الله والتمريره باش تسجل الهدف ديال النصيري. صحاب لكم هاد الخدمه سهله؟ علاش الانسان ما كيبغيش يدوي على اكاديميه محمد السادس اللي في اخر المطاف عطاتنا ثلاثه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا الان رسميا مع المنتخب الوطني المغربي وكل واحد في خط؟ علاش كيقولوا بانه اكاديميه محمد السادس كلفت فقط 14 مليون دولار، والان ب 17 مليون دولار ولا 25 و42 اللي غيربح المنتخب الوطني المغربي هما ردوا الفلوس؟ كنساو بان هذيك الاكاديميه عندها اطور اللي مكلفين بها، بانه السيد ناصر لاركيت قام بواحد العمل اللي هو رائع ديك الساعه، بانه ميزانيه اكاديميه محمد السادس تتجاوز 10 مليون دولار في كل سنه. علاش كنبغيو كل شيء نردوه صدفه؟ علاش كنبغيو نتكلموا على اشياء اللي ملي كدار كنجردوها من القيمه ديالها وكنبغيو ناكدوا بانه هادشي يوقع؟ هادشي ما كيجيش معانا. علاش ما نتكلموش على تالق الفرق الوطنيه في الكؤوس الافريقيه؟ الوداد ربحت الشامبيونز ليغ، نهضه بركان ربحت كاس الاتحاد الافريقي، ولعبوا السوبر كوب بيناتهم، وتالق على مستوى كره القدم النسويه باش وصلوا لنهائي كاس افريقيا، والجيش الملكي ربحت الشامبيونز ليغ، وقبل ديك الشيء كانت وصلت للمربع الذهبي. هاد الاشياء كلها يجب ان تدرس وتدرس. هذه الاشياء كامله يجب ان نتمحص فيها باش يكون عندنا نجاحات لفرق عربيه اخرى وفرق افريقيه. هذه المساله ديال الانكار وعدم الاعتراف ونقولوا بانه ديك الشيء ما قنعنيش، ديك الشيء ما غيوصلكم حتى شي حاجه. تلفازه رسميه في الجزائر ما غتذكرش سيره المغرب، وملي تذكر المغرب يتم طرد هذاك المدير العام ديالها. واش بعقلكم؟ واش كتبغيونا نثيقوا فيكم مور هادشي؟ واش كتبغيونا ننتظروا واحد المستقبل مشرق مع هاد الناس هادو بحال هكا؟ راه خاص دراسه لانجاز المنتخب المغربي ودراسه للحسد ديالكم والطريقه كيفاش تعاملتوا مع الامور. هذا ما كان. نتمنى الإخوان يكون عجبكم الفيديو، وشكرا للصحافي المتألق ديالنا اللي رد واحد الرد اللي هو قوي وفي الصميم. نتمنى تكون الرسالة وصلت للإخوان في الجزائر في بعض الدول العربية أنك ندوي على الصحافة، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله. الله يعاونكم.